في البداية احنا حابين النهاردة ان احنا نتعرف اكتر على شخصية تاريخية مهمة ومؤثرة موجودة وما زالت ليها اهميتها الكبرى. العصر المملوكي لو اتكلمنا عنه بصفة خاصة، بحيث برضه ان المشاهد يبقى عارف احنا بنتكلم عن ايه بالظبط. دولة المماليك والعصر المملوكي دي فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الفترة دي كانت حوالي 275 سنة تقريبا، من 648 حتى 923 هجرية، ميلادي 1250 حتى عام 1517 ميلادية. هذه الفترة فيها أكتر من، يعني احنا بنتكلم أكتر من 40 سلطان تقريبا وأمراء كتير جدا. كان في حالة من التنافسية ما بين السلاطين والأمراء في إنشاء العديد من المساجد، من الآثار الإسلامية اللي تعتبر يعني هذه الفترة عصر ازدهار الحضارة الإسلامية على وجه الخصوص. كان في خنقوات، كان في أزبلة، كان في مساجد، كان في مدارس، كان في عندنا بساتين في هذه الفترة. السلاطين نفسهم كان في تنافس ما بينهم وبين بعض الأمراء في هذه الفترة. لو اتكلمنا على فترة المماليك البحرية، هذه الفترة كان في أمراء يعني كبار في هذه المرحلة، كان هم يعتبروا أصحاب الحل والعقد في الدولة. الأمراء دول يعني لو اتكلمنا عنهم، هم مش أصولهم مصرية، ده دول ناس يعني فروا من الزحف المغولي اللي كان موجود في منطقة وسط آسيا أو منطقة جنوب روسيا، نتيجة الغارات المتتالية اللي كان بيقوم بها المغول. وبدأوا إن هم يفروا مكان آمن، مكان يعني يعتبر مكان يعتبر يعني ملاذ بالنسبة لهم. بيبدأوا بعد كده يترقوا في الوظائف لحد ما بيصلوا إلى سدة الحكم في مصر في هذه الفترة. من أشهر هؤلاء الأمراء اللي أتوا إلى مصر كان عندنا الأمير شمس الدين أقصنقر السلاري. هذا الأمير اللي موضوع الحلقة النهاردة أو موضوع الفقرة اللي نتكلم عنه النهاردة، ده بيعتبر من الأمراء اللي فروا أمام الزحف المغولي في هذه الفترة. لو اتكلمت على مولده أو على النسب، هي الفكرة كلها النشأة كمان، نرجع للأصول بقى. بالنسبة للمولد أو النشأة أو الأصول، هو زي المماليك بصفة خاصة. يعني احنا بالنسبة لنا هو مجهول النسب، حتى المصادر التاريخية لم تذكر أصل هذا الأمير ولا سنة ولادته مثلا. ما فيش أي معلومات لدينا في المصادر التاريخية المعاصرة اللي كانت موجودة فترة دولة المماليك البحرية. يعني في عندنا ابن أيبك الدوداري، في عندنا بيبرس المنصوري، في عندنا ابن واصل. كل هذه المصادر كانت معاصرة، وهذه المصادر لم تشير على الإطلاق نسب هذا الأمير، بل بالعكس. يعني احنا حتى لما بنجد في اسم هذا الأمير عبد الله، بنعرف ان هذا الأمير يكاد يكون مجهول النسب، لأن هو في المصادر التاريخية اسمه شمس الدين أقصنقر ابن عبد الله السلاري الناصري. أقصنقر ده كلمة تركية، وكانت العادة في العصر المملوكي على وجه الخصوص ان الأسماء كانت بتكون مركبة، وكانت بتدل على الشجاعة والبأس والقوة وغيرها من الصفات اللي هي يعني بتحاول بقدر الامكان بتضفي نوع من البأس على شخصيه هذا السلطان او الامير بصفه خاصه في العصر المملوكي. كانت اسماء مركبه، وكانت الاسماء في هذه الفتره احنا بالنسبه لنا يعني هي مكونه من مقطعين. الامير اللي بنتكلم عنه النهارده ده بيقصد بيه في اللغه التركيه القديمه الصقر بقى الجميل او الصقر الابيض، برضو حاجه بتدل على البأس وعلى الشده وعلى القوه وعلى الشجاعه في هذه الفتره. الامير شمس الدين أقصنقر ابن عبد الله السلاري. طب كلمة السلاري جاية منين؟ جاية ان هذا الامير كان في بداية حياته او عندما اتى الى مصر فترة السلطان كاتبوغا. كان هذا الامير يعني من ضمن الامراء اللي اتوا الى مصر، وتم تفرقتهم او تم توزيع هذا الامير مع جملة من الامراء على السلاطين في هذه الفترة. اول من تملك هذا الامير كان عندنا الامير صلار. الامير صلار لذلك هو نسب ليه فيما بعد، يعني هو نسب للامير صلار فيما بعد واخذ النسبه، حتى المصادر التاريخيه بتقول الامير أقصنقر السلاري الناصري. ثم بعد ذلك نسب للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، على عكس في بعض المصادر التاريخيه بتقول ان اول من تملك هذا الامير هو السلطان المنصور قلاوون. السلطان المنصور قلاوون ده اللي حكم مصر فتره مهمه جدا، وهو ابو السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وأسرة قلاوون معروفة ومشهورة جدا بأثارها المهمة جدا اللي موجودة عندنا في شارع المعز لدين الله الفاطمية. ده بالنسبة لقدوم هذا الأمير إلى مصر. عندما أتى إلى مصر كان يعني حدث صغير السن، يعني شاب يافع لسه، يعني مر بالمراحل نفسها اللي بيمر بها عادة عموم المماليك اللي كانوا موجودين في هذه الفترة. بيتم إلحاق هذا الأمير بالطباق. الطباق ده اللي هي تعتبر بيتم جلوس هذا الامير في الطباق اللي هو من بني جنسه، من اللي هو القوم اللي هو يعني جاي منهم.
وبيبدا بقى يتعلم بقى القراءه، الكتابه، العلوم الدين، الاداب الشريعه الاسلاميه، كل هذه العلوم كان بيتعلمها في البدايه خالص. ولما بيبدا بقى عود هذا الامير يشتد وبيبدا بقى ان هو يبلغ سن الجنديه، بيبدا بقى يلحق بالسكنات العسكريه، ويبدا بقى بعد ذلك بيبدا بقى ان